سؤال بنات وستات كتير كمان بيسألون نفسهم عشان يطمنوا على صحتهم الأنثوية في العموم، وعشان يطمنوا على فرصهم الإنجابية في الخصوص. السؤال ده: هل التبويض عندهم كويس؟ بمعنى آخر، إيه هي علامات التبويض الجيد؟ كلمة تبويض معناها خروج البويضة من الحويصلة، الجراب اللي كانت فيها البويضة وهي في المبيض. البويضة بتخرج من الجراب ده، يعني من المبيض، يعني عشان تلقطها الأنبوبة اللي هي قناة فالوب وتوصلها للرحم. عشان كده فعلا مهم ان احنا نوضح ايه هي علامات التبويض الجيد. تحديدا هم 6 علامات عشان 6 الستات زائد 1. هنقول الأول ال6 علامات، وفي الآخر هنشوف إيه حكاية الواحد ده. دورة منتظمة، يعني دورة بتنزل كل شهر، دي أهم علامة. ومش لازم الدورة كل شهر تيجي في نفس الميعاد، ومش لازم الدورة تيجي في اليوم المتوقع لنزولها عشان نقول على الدورة إنها منتظمة. بالعكس، الدورة ممكن تقدم أو تأخر وبرضه هتكون منتظمة. السؤال بقى: تقدم أو تأخر لحد كام يوم؟ تقدم أو تأخر لحد أسبوع، 7 أيام بالتمام والكمال عن الميعاد المتوقع لنزولها، وبرضه هنقول عليها دورة منتظمة. وبأكد على المعلومة دي: الدورة ممكن تقدم أو تأخر لحد أسبوع، وده طبيعي جدا. وجع مصاحب للدورة الشهرية، بس مش أي وجع مصاحب للدورة بيكون طبيعي. الوجع الطبيعي بيكون أثناء الدورة، مش قبلها، مش بعدها، تحديدا في أول 2-3. مكانه في أسفل منتصف البطن، ساعات بيمتد لأسفل الظهر أو ساعات بيمتد للفخذين. بيكون على شكل مغص اللي أحيانا بيكون معاه مجموعة انقباضات أو أكتر، وبيختفي بالمسكنات سواء إقراص، كبسولات، أو حتى حقن. إفرازات مهبلية في منتصف الشهر. الإفرازات دي بتكون إفرازات شفافة شبه الزلال، بيكون وقتها في نص الشهر، يعني في منتصف الفترة ما بين الدورة والدورة اللي بعدها. الإفرازات دي بيكون سببها الارتفاع الملحوظ لهرمون الإستروجين، تحديدا اسمه استرادايول. وسبحان الله، ده الوقت المطلوب للإفرازات دي عشان فرص الحمل تكون أعلى ما يمكن. الإفرازات دي تحديدا بتخرج من حاجة اسمها عنق الرحم. عنق الرحم ده البوابة اللي بتعدي منها الحيوانات المنوية عشان تقدر تخش جوه الرحم وتوصل للبويضة طول الشهر تقريبا، ما عدا أيام الدورة طبعا. البوابة دي بتكون مقفولة بإيه؟ بإفرازات تخينة سميكة لزجة، إفرازات مخاطية عشان تمنع أي ميكروب إن يخش جوه الرحم. أما في منتصف الشهر ما بين الدورة والدورة زي ما قلنا، فالإفرازات دي بتتغير طبيعتها، بتكون إفرازات خفيفة شفافة شبه الزلال عشان تسهل السكة على الحيوانات المنوية إنها تعدي من البوابة وتدخل الرحم زي ما قلنا. الكلمتين اللي جايين دول مش ليكي، الكلمتين دول لصديقي اللي هو راجلك، يعني جوزك. عاوز انصحك نصيحة تقولها دهب، السر اللي محدش هيقولهولك. مراتك في الفترة دي، فترة الإفرازات الزلالية دي، بتكون مزاجها عالي العال، المود بتاعها في السماء، بتحبك زي ما كانت الستات بتحب رشدي أباظة، فهمني طبعا، وتعدي لك أي حاجة إلا الخيانة طبعا. فأنت بقى يا صديقي ما تحجرش، ما تقفلش، خليك معاها على نفس الموجة، بالعكس خليك ناصح. ده انت ممكن تستغل الفترة دي عشان تاخد منها اتفاق بقى، قرار، اي حاجة كانت صعبة انك تاخدها منها في الايام العادية. نقط دم بسيطة او افرازات بنية لمدة يوم 2 بالكتير، وساعات بيكون معاها وجع في الجنب اليمين او الجنب الشمال، الجنب اللي فيه المبيض اللي فيه التبويض، لكنه وجع بسيط. نقط الدم دي والوجع البسيط ده بتحصل في منتصف الشهر زي ما قلنا ما بين الدورة والدورة، وبيكون سببه خروج البويضة من الجراب بتاعها من المبيض يعني. بس الحقيقة العلامة دي مش دايما بتحصل، بالعكس دي علامة قليل انها تحصل. علامة عبارة عن شوية أعراض بتحصل في الكام يوم اللي قبل الدورة. الأعراض دي بتبقى في صورة مجموعتين من الأعراض، أعراض جسمية فيزيكال وأعراض سايكولوجيكال سلوكية. الأعراض الجسمية زي انتفاخ البطن بقى، ألم أو تورم في الثديين، صداع،
زيادة مؤقتة في الوزن بسبب احتباس السوائل، آلام في الظهر، إحساس بالتعب والإرهاق، تورم بسيط في الإيدين أو القدمين. الأعراض السلوكية أو النفسية زي التوتر، العصبية، قلبة المزاج، اكتئاب، نرفزة، قلق، صعوبة في التركيز، اضطرابات في النوم، زيادة الشهية أو رغبة في أنواع معينة من الأكل. الحقيقة هنا لازم أرجع تاني لصديقي عارفينه طبعا، عايز برضو أنصحك النصيحة التانية، نصيحة برضو تقلها دهب. لو سمحت ما تكونش عامل ضغط على زوجتك الفترة دي، الفترة اللي قبل الدورة الشهرية، ضغط بأي شكل بقى، نفسي، جسدي، عاطفي، ذهني، أي صورة من صور الضغط. أصل مراتك في الفترة دي هرمون مهم بيتحكم فيها وبيأثر عليها، هرمون بنسميه بالبلدي هرمون قلبة المزاج. الهرمون ده ما ينفعش نتكلم عنه مجرد سطرين 3، الهرمون ده احنا أصلا متكلمين عليه في حلقة كاملة اسمها حلقة هرمون النكد، أدعوكم تتفرجوا عليها، فيها كل التفاصيل. تيست بسيط جدا بيتعمل في البيت، والحقيقة هو مش تيست واحد، دول 2 وسهلين جدا ان هم يتعملوا. التيست الاولاني هو عن طريق ترمومتر عشان تقيسي درجة حرارتك اللي بتعلق 2 3 بالكتير نص درجة في النص التاني من الشهر، وده بيحصل بسبب هرمون اسمه البروجستيرون اللي اتكلمنا عليه باستفاضة في حلقة هرمون النكد. الهرمون ده هو اللي بيرفع درجة حرارة الجسم الارتفاع البسيط ده، بس الصراحة درجة دقة التست ده مش أحسن حاجة، لأن في أسباب كتير كمان ممكن ترفع درجة حرارة الجسم. عشان كده التست التاني هو الأدق واللي تقدري تعتمدي عليه فعلا عشان تعرفي التبويض عندك كويس ولا لا. التست ده عبارة عن شرايط زي فكرة شرايط اختبار الحمل، بس الشرايط دي اسمها شرايط اختبار التبويض. وعايز اقول لكم ان في شركات ناصحة بتعمل عبوة واحدة فيها النوعين دول من الشرايط، شرايط اختبار الحمل وشرايط اختبار التبويض. فكرة شرايط اختبار التبويض دي انها بتقيس مستوى هرمون اسمه LH. الهرمون ده بيطلع من غدة تحت المخ اسمها الغدة النخامية وبيوصل للمبايض عن طريق الدم، ولما مستواه يعلى علوه ده هو المسؤول عن خروج البويضة من الجراب بتاعها من المبيض. يعني ببساطة الهرمون ده هو اللي مسؤول عن التبويض. عارفة لما تدوسي على زرار كونتاكت العربية فالموتور يشتغل؟ الهرمون ده برضه لما بيعلى في الدم وبيوصل لمستوى معين بيكون هو الشرارة اللي بتعمل التبويض، هو الشرارة اللي بتخلي البويضة تخرج من المبيض. الهرمون ده لما بيعلى في الدم عشان يعمل التبويض زي ما قلنا بيخرج من الجسم عن طريق البول، يعني بيظهر في اختبار التبويض عن طريق شرايط البول. طب الوقت ده قد ايه؟ انهي وقت يعني؟ الوقت اللي ما بين ارتفاع هرمون ال LH وحدوث التبويض، الوقت ده بيكون من 24 إلى 36 ساعة، يعني من يوم ليوم ونص. عشان كده الستات اللي مستنين الحمل ممكن يعملوا الاختبار ده، ولما يطلع إيجابي يحصل علاقة حميمة في خلال 24 36 ساعة عشان فرص الحمل بتكون عالية ساعتها. بعد ما عرفنا ال6 علامات عشان ست الستات، ايه حكاية الواحد الزيادة ده؟ فاكرينه؟ انتوا نسيتوه ولا ايه؟ انت جدع. الواحد ده هو طلب، تأكيد، رجاء، سميه زي ما انت عايزة، تنبيه على ان احنا عمرنا ما بنعتمد على العلامات دي بس لو الحمل عندك متأخر، لان لو في تأخر حمل دي سكة تانية ومسار تاني خالص، سكة تحاليل هرمونات في الدم، متابعة تبويض عن طريق السونار وخلافه، وخصوصا لو سنك فوق 35 سنة. العلامات دي اللي هي علامات التبويض الجيد مجرد وسيلة اطمئنان مبدئي تقدري تعتمد عليها عشان تعرفي وتطمني على نفسك وانت بنوتة قبل الجواز، وانت لسه عروسة في اول شهور الجواز، او ما شاء الله عندك طفل او 2 وقررت تحملي تاني، تمام مفيش مشكلة. لكن لو عدى سنة وما حصلش حمل وانتوا عاوزين الحمل، سواء بقى كنت مخلفة قبل كده او لسه في الاول، وحتى قبل السنة وما حصلش حمل وانتوا عاوزين الحمل برضو بس سنك فوق 35 سنة، لا 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 خالص، الكلام ده هيختلف. الكلام هنا هيختلف اكيد، زي ما انا لسه قايل هنمشي في مسار مختلف تماما، مسار لو مشينا عليه صح
بإذن الله هنوصل لبر الأمان من أسهل طريق، مسار هنتكلم عليه في حلقات جاية بعد كده.